4 مباريات للزمالك على التوالي بدون فوز، لأول مرة يمكن من 3 سنين. أداء سيء، شكل سيء، مفيش تحقيق فوز. فرص كتيرة وهدايا كتيرة بتجيلك مش قادر تستغلها. ده طبيعي في ظل وجود إدارة فاشلة، عينت مدير رياضي فاشل، جاب مدير فني فاشل، فدي النتيجة. الفكرة كمان كلها في الاستمرار على الفشل، زي ما قلت لكم قبل كده. احنا كمشجعين كجمهور شايفين حاجات كتير صح، اللي في المطبخ مش شايفينها، مش قادرين، مش واعيين. مدير فني، انا عايز حد يشهد بس، هل من ساعه قدوم هذا المدير الفني للزمالك شفنا جمله تكتيكيه؟ شفنا اداء للزمالك؟ شفنا فكر للزمالك؟ المدير الفني الوحيد اللي شفته في حياتي لما بيجي يشغل دماغه بيبقى بالعكس علينا، بالسلب علينا. يبقى المقدمات بتؤدي الى نتائج، مفيش مقدمات حلوه يبقى مفيش نتائج حلوه. يبقى الحل ايه؟ الحل في اقاله هذا الفاشل. ولو جون ادوارد متمسك بيه يمشي هو كمان، لو مجلس الاداره متمسك بالاثنين يمشي هو كمان. اصل عادي، 1+1=2. انا هستنى ايه؟ هستنى ايه؟ انا عندي سوبر بعد كام يوم، عندي ماتش طلائع الجيش، ماتش طلائع الجيش يمسكوا احمد عبد الرؤوف لحد ما تشوف مين هيدور ماتش السوبر او بطوله او ماتش بيراميدز تحديدا. لان بوضعك ده انت مش هتعمل حاجه، انت عمال توقع في نقط بسهوله بشكل غريب. انت ما بتجيش، انت ما بتلعبش كوره. انت كل الشوط الثاني مش بتاعك، الشوط الاول مش بتاعك، ما بتلعبش كوره. تغييراتك غريبه، الخطه اللي انت عاملها دي مش جايه في سكه مع الفريق. انت بتدربهم على ايه طيب؟ او الناس اللي موجوده، يعني جون ادوارد ده شايف ايه في الراجل ده مخليه قاعد لحد دلوقتي؟ قال لك سوق فكره عند الجمهور، قال لك اصل انا كنت عرضت اللعيبه تاخد فلوس من جيبي. يا اخي ما هو اللي بيحصل ده مش طبيعي حقيقي، اللي بيحصل ده مش طبيعي وحاجه تخليك تجنن. الناس دي عايزه توقع الزمالك اكتر ما هو واقع. يعني انتوا عايزين ايه؟ جايين باجنده معينه، بفكر معين. زهقنا وتعبنا وقرفنا والله من اللي بنشوفه، لان الزمالك ما يستحقش ده. الزمالك لو كبير عليكم امشوا، كلكم امشوا، مش عيب. عيب تطلع تقول انا فاشل وما مش قادر وامشي، عادي يا عم. احسن ما تفضل قاعد وتغرقنا معاك. نط من المركب وسيبها وغور في داهيه، ايا كان انت مين. في عهد مجلس الاداره ده شفنا العجب، شفنا العجب. تطاول من كل الناس على الزمالك ومحدش بيجيب حق حد. شفنا واحد زي حكم النهارده جاي عليك بشكل غير طبيعي ومحدش يعمل له حاجه، فيدوس بقى براحته، ما يدوسش ليه؟ شفنا النهارده مجله لاحد الانديه نازله حاطه صوره ل3 لعيبه، 3 اشخاص كانوا محسوبين على نادي الزمالك بشكل غريب ومحدش حاسبهم، محدش قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قدم بلاغات من هنا للصبح. ما هم لو عاملين حساب ان في حد ذكر موجود، انا اسف انا بكره مرتضى منصور، بس الناس دي تستحق واحد زي مرتضى منصور بصراحه. في وجودكم انتوا شويه فشله، كامل الاحترام للجميع، شويه فشله بيديروا نادي الزمالك حاليا، ادوا الى الزمالك للهاويه. جابوا مدير رياضي فاشل زيهم هيغرق الزمالك هو كمان، فيلا نغرق وكله بقى ايه؟ يغرق الموضوع. وحسبي الله ونعم الوكيل.